السلام عليكم. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. جينا لكم النهارده كرتونة سناكس جديدة. تمام. الكرتونة دي زيها زي السناكس اللي هو ايه؟ اللي هو تويز برو. تمام. طبعا هي من شركة الحصان زي ما انتم شايفينها كده ايه، وهي اسمها اهي، اسمها تويز. بس دي كرتونة الصغيرة اللي هي بكام؟ الكيس منها ب5 جنيه. الكيس منها ب5 جنيه. اسمها ايه بقى؟ اسمها تويز بزيادة. بزيادة. تمام. طبعا ده كله هدايا. كاتبين برضو هديتك ايه، زي ما انتم شايفين كده، هديتك ايه، هديتك ايه، هديتك ايه. طبعا السناكس ده بطعم الشطة والليمون. السناكس ده بطعم الشطة والليمون. طبعا اول مرة اجيب سناكس بطعم الشطة والليمون. كان اغلبية اللي انا بجيبه يا بيبقى بالجبنه، يا بيبقى بالطماطم، يا بيبقى بالكاتشب. تمام. فالنهارده احنا جبنا لكم نوع جديد برضو. تمام. طبعا انا رحت عند عشان برضو تبقوا معايا في الصوره، انا رحت عند تاجر الجمله. والله يعلم ربنا ان انا ما لقيتش عنده منتجات جديده. عاوز اقول لكم ان انا ما فيش عنده غير لولو شيبس. طبعا احنا جبناه الفيديو اللي فات. عنده ضربة حظ، طبعا احنا جبناه قبل كده. عنده الجوكر، طبعا احنا جبناه قبل كده. فطبعا انا زي ما قلت لكم بخش عليكم بكل حاجة جديدة. فما لقيتش عنده غير والله العظيم اخر كرتونة اللي هي دي، اللي هي تويز بزيادة ب5 جنيه. الكرتونة زي ما انتم شايفينها كده مكتوب هنا اهو، بطعم الشطة والليمون. الكرتونة دي فيها كام؟ فيها 10 اكياس. الكرتونة فيها 10 اكياس. طبعا الكرتونة اللي فاتت تمام، اللي هو لولو شيبس، واللي قبل منه واللي قبل منه، كان بيبقى 12 كيس. كان بيبقى 12 كيس. بالنسبة لتويز برو، طبعا اللي هو ابو 30 جنيه ده كان فيه 6 اكياس بس. طبعا الكرتونة اللي قدامنا دي فيها كام؟ الكرتونة اللي قدامنا دي فيها 10 اكياس. هنفتح بقى ونشوف ابو 5 جنيه ده اللي هو على قد حاله في ايه بقى هدايا. على ما اعتقد انها تبقى هدايا اللي هي مش اللي قد كده يعني. فهنفتح ونشوف يعني. فطبعا لما رحت عند التاجر الجملة، والله ما لقيت غير اخر، وقال لي اخر كرتونة عندي اللي هو السناكس ده. اخر كرتونة عندي اللي هو السناكس ده. فقلت له ايه، خلاص هاتها. تمام. فطبعا هنفتحها مع بعضنا النهارده، وهنشوف ايه الهدايا اللي جوه السناكس تويز بزيادة ده. وهنشوف طعمه برضو جميل ولا لا. هو زي ما انتم شايفين كده اهو، هو زي اهو مكتوب تويز. طبعا ده مكتوب بزيادة هنا اهو، مكتوب بزيادة. تمام. من نفس المنتج او نفس نوع تويز برو، وبرضو نفس الشركة. نفس الشركة اللي هي شركة الحصان، اللي هو ايه، بيجي عليها اعلان في الايه، في التلفزيون. معانا هدايا كتير. هنفتح يا عم يا بتاع، معانا هدايا كتير وهنشوف فيك هدايا ايه. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونفتح العلبة او الكرتونة بتاعتنا، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى هتقدم لنا ايه النهاردة يا سناكس يا بزيادة انت؟ هنشوف. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح ايه كرتونة كده. زي ما انتم شايفين هما 10 اكياس بس اي، 10 اكياس بس. وهنفتح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. خليك كده على جنب، بس خليها كده. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم في اول كيس. ده طبعا شكل الكيس ابو 5 جنيه. على فكرة هو قال لي في منه ب10 جنيه، يعني قال لي في منه برضو ب10 جنيه. ده الكيس ابو 5 جنيه اهي زي ما انتم شايفين، بطعم الشطة تمام والليمون. وهنا زي ما انتم شايفين كده اهي، هديتك ايه، هديتك ايه. هنشوف يا عم هديتنا ايه. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشركه اهي زي شركه برو، او تويز برو اهي اللي هو ابو 30 جنيه، نفس الشركه بالظبط. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب اكرمنا. طبعا هندوق الاول طعمه، هنشوفه زي سناكس تويز برو.
عاوز اقول لكم طعمه جميل، والله العظيم طعمه جميل، بس هو مشطشط، هو مشطشط. طبعا الهدايا اهي قدام مننا. انا زي ما انا والله العظيم توقعت، زي ما انا توقعت بالظبط. بصوا، هدايا مش اللي قد كده. طبعا خليكم معايا ثواني بس اشرب ميه، لان السناكس ده بقى على فكره الشطه بتاعته جامده جدا. خليكم معايا. طبعا ورجعت لكم تاني. طبعا الشطه بتاعته جامده جدا على فكره. طبعا انا اول هديه معانا اهي. انا برضو ما اعرفش ايه دي، هل دي عربيه بلاستيك؟ الحاجات دي كنا بنستعمل بنلعب بيها زمان واحنا عيال صغيرين. اه ده ايه ده سكوتر. ده سكوتر تركب كده متهيألي، متهيألي كده نركبها كده. انت بتركبها ازاي انت ده؟ ونقول يا رب. ايوه ماشي، على قد ما عارف سكوتر. سكوتر صغير اهو بلاستيك، حتى المفروض يروح شمال ويمين كده اهو. ده اتخلع التاني. ماشي. ده كده اول هدية معانا من اول كيس اللي هو بزيادة. تمام. اول هدية ايه معانا؟ سكوتر صغير بلاستيك. تمام. هنحطها هنا، نحط الكيس ده على جنب، ونحط ده كده هنا. تمام. ونفتح الكيس التاني ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. شباب انا عايز اقول لكم ان الكيس ده انا حاسس ان فيه حاجه، حاجه وحاجه طويله. فاهمين؟ والله العظيم هنا في حاجه. انا هنفتح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. الله اكبر. ايه ده بقى؟ الله اكبر. دي ايه دي بقى دي؟ ده قصه ده ولا كتاب ولا ايه؟ فاكرين زمان كان بتتباع قصص كده، القصه ب5 جنيه و6 جنيه في المكتبه زمان؟ لو حد من مواليد الثمانينات هيعرف. دي ايه ده بقى دي؟ اه دي زي ما تقول بقى ايه، انت بترسم فيها دي ولا ده ايه ده؟ اهي شايفين بصوا اهي. مش عارف ايه دي بقى. وهنا الوان ولا ايه ده؟ يا ريت برضو تكتبوا لي في التعليقات، لان انا ما بفهمش في الحاجات دي قوي، وتقولوا لي ايه ده. يعني إيه؟ ما اعرفش. ورقه اهيت، هل دي مثلا احنا في الوان مثلا الاطفال بتلون عليها مثلا؟ يعني الاطفال مثلا بتيجي تلون هنا كده، ولا ده ايه؟ انا مش فاهم بصراحه، يعني هدايا غريبه جدا. انا اول مره اشوفها ومش عارف ايه هي بصراحه. ولكن هدايا اللي هو على قد فلوسكم كده يعني. فاهمين؟ لان الكيس ب5 جنيه. فيا ريت تكتبوا لي في التعليقات برضو الحاجات اللي انا مش عارفهاش. هي دي هديه معانا، الهديه معانا دي التانيه ايه؟ مش عارف دي ايه، انا مش عارف دي ايه. ماشي. نخليها هنا، نحط الكيس ده على جنب. يبقى تاني كيس. ايه ده؟ في حاجه تانية هنا؟ والله انا حاسس ان كانت في حاجه. معقول يكون في هديه تانية هنا؟ مش عارف، انا خايف اكل واحده تانية. اصل هو مشطشط قوي على فكره. ماشي. ده تاني كيس معانا. هنفتح بقى الكيس التالت ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب كرمنا ونلاقي حاجه. طبعا انا حاسس ان هو الكيس منفوخ على الفاضي. طبعا دي الانواع بتاعته اهي. دي الانواع بتاعته اهي. طعم الفلفل الحلو، طعم الجبنه، طعم البيتزا، طعم الكاتشب. دي الاربع ايه، الاربع طعوم بتوع ايه سناكس ده. طبعا ده هتحس ان هو منفوخ، ما فيهوش غير ايه حبايتين حاجه زي كده. هنفتح ونشوف ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده بقى؟ مش بقول لكم؟ ده بقى رشاش لعبه، مش عارف حاجه زي كده اهي، زي ما انتم شايفين. ولا دي زماره ولا صفاره ولا ايه؟ ما تعرفش. حاجه عبيطه جدا وملهاش اي اساس من الصحه ان الواحد يعني ان العيل او الطفل يلعب بيها يعني. اي. طب ده الطفل يلعب بيها ازاي دي مثلا؟ يعني انتوا مثلا، واهو على قد فلوسكم. ماشي. طبعا تاني ايه، تالت لعبه معانا النهارده
البلاستيكيه دي معرفش اصلا ايه، رشاش ده ولا ده ايه معرفش. زي ما انتم شايفين كده. وده حاجات بسيطه، بصوا حبايتين خالص، بصوا زي ما انتم شايفين كده، بصوا مش كتير، بصوا مش كتير خالص. ماشي، ما علينا. نحطه هنا مع اخواته، ونفتح الكيس الايه الرابع. المفروض النبي يقول لك ايه هديتك ايه، المفروض يقول لك هديتك ايه. نفتح السناك الرابع ده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر، يا ترى ايه ده، يا ترى ايه ده، يا ترى يا هل ترى، يا ترى يا هل ترى ايه ده بقى. نفتحها مع بعضينا يا شباب، نفتحها. طب بتتفتح ازاي بقى دي بقى، ولا تكون دي حاجة اصلا انا مش عارف. طب انت عايز ايه تتفتح بايه دي، مقص مثلا، نجيب لها مقص دي. طب افتحها ازاي، طب ايه اللي جواكي، انا مش عارف ايه اللي جواها. ايه ده بقى، انا مش فاهم يا شباب ايه دي، انا مش فاهم ايه دي. يا ريت تكتبوا لي في التعليقات لو تعرفوا ايه ده. انا في حاجه كده من جوه ما اعرفش يعني، لسه هفتحها تاني ولا دي بالونه ولا ايه ولا، انا مش عارف. يا ريت تكتبوا لي في التعليقات تحت، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات تحت ايه دي، دي ايه، انا مش عارف. ولا هي جواها مثلا بونبوني شوكولاته ملبس، مش فاهم. ماشي، دي رابع هديه معانا. ماشي، هنفتح الكيس رقم 5 ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح الكيس رقم 5 ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده، دي توكة. ده كان برضه انا ايه ده، انا قلت لكم اللي هو على قد فلوسكم. اه كيس ب5 جنيه انت هتلاقي فيه ايه. توكة، توكة، توكتين اهو. يعني لو بنوتة صغننة لسه يعني كده بيتلم لها شعرها بيها، بتهيألي ده اللي انا اعرفه يعني. اهي 2 توكة اهم. تمام، نخليهم برضو هنا. ماشي، في هدايا تاني، ناخد واحدة كده. ناخد واحدة تاني. يا على كمية الشطة اللي فيك. 1 2 3 4 5. نفتح رقم 6. عاوز اقول لكم كمية شطة والله العظيم 3 رهيبة 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 رهيبة. يلا نقول بسم الله، بسم الله. ايه ده بقى، حلق، حلق، حلق يا شباب، بصوا حلق صغير بالريمة ده ولا ايه، ما تعرفش، معرفش حلق ده ولا ده دبوس ولا ايه، انا ما اعرفش. مم. يا ريت برضو تكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي ايه، لان ده المفروض، بصوا يعني ازاي ده يخش في ودن العيل الصغير. بصي العيله الصغيره اهي، الابره بتاعته او كبيره قوي، يعني ازاي هتخش، المفروض تبقى صغيره. ولكن بصوا هو كلها حاجات اونطه يعني، انا عارف انها حاجات مش ايه، مش قيمه ومش حلوه. اهو ده حلق طبعا معانا اهو، الهديه رقم 6. ده الحلق معانا الهديه رقم 6. تمام، ناكل هديتين برضو، يعني الواحد ما بيحرمش. رقم 6. نفتح رقم 7.
نفتح رقم 7 ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس خلي بالكم، هو كطعم جميل والله العظيم، المنتج ده جميل زيه بالظبط. ما هو نفس الشركه اهي، الحصان اهي، نفس الشركه زي برو بالظبط اهو. تويز بس ده بزياده، تاني تويز برو. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. دي صفاره دي ولا زماره؟ تعال نفتحها كده ونشوف. تعالوا نفتحها. طب انت بتتركبي ازاي بقى؟ كده كده نصفر. دي بتاع زمان، دي بتاع زمان. طب وكده؟ انت مسدوده ولا ايه؟ دي طبعا الهديه بتاعتنا ايه النهارده؟ صفاره او زماره حاجه زي كده، انا افتكرها زمان كنا بنزمبر بيها واحنا اطفال اهي. تمام. نفتح الكيس ده، فاضلين 3 اكياس. ادي كيسين وادي معانا كيس، فاضلين 3 اكياس. نفتحهم ونقول بسم الله، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس اهم حاجه يا شباب، اوعوا تنسوا اللايك الجميل بتاعكم. اللايك بيفرق في الفيديو جدا جدا جدا، بيخليه ينتشر ويظهر لعدد اكبر من الناس. فيا ريت ما تبخلوش علينا باللايك. واللي اول مره يخش ويتفرج علينا ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل، عشان يجي له كل جديد. اي فيديو ينزل له او ينزل على القناه بتاعتنا يجي له بيها اشعار. هنفتح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ دي بقى حظاظة او حاجة بتتركب في الايد على ما اعتقد. بناتي دي ولا شبابي ولا ايه؟ اهي بصوا عليها نفرتيتي ولا مش عارف دي ايه، دي ما اعرفش. تتركب في الايد ما اعرفش، يعني هم بناتي شكلها اهي زي ما انتم شايفينها كده. يعني لحد ما حلوة يعني، فاهمين؟ يعني قيمة. يمكن دي احلى هدية جت لحد دلوقتي اهي. شايفين زي نظام حظاظة كده او اسورة في الايد حاجة زي كده اهي. وبرضو اللي انا ما اعرفوش في الحاجات دي تقولوا لي عليها، تكتبوا لي في التعليقات تحت وتقولوا لي ايه الحاجات دي يعني، عشان ممكن ما كنتش انا واخد بالي من حاجه معينه، فانتوا تفهموني يعني. حطوا هنا اخر كيسين معانا، هم اخر كيسين. ونفتح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح. الله اكبر. سكوتر تاني يا شباب، سكوتر تاني مش هنفتحه طبعا. سكوتر زي اللي احنا زي ده، بس ده شكل او ده لون وده لون. دي اخضر وده اصفر، ده اخضر وده اصفر اهو. تمام، هما الاتنين زي بعض ما ينفيش اختلاف. حطهم هنا. ناكل واحدتين. ماشي. اخر كيس معانا اهو. هنفتح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تطلع بقى هديه حلوه. الاخير ربه كريم. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده بقى؟ دي الشخليله دي ولا دي ايه؟ ده شكلها نحله، والله شكلها نحله. دي شكلها نحله على ما اظن كده، يعني نحله. تتفتح؟ لا ما تفتحش. بلاستيك تتقفل تاني. ايه نحله كده. اوبا وقعت. دي نحله يا شباب اهي، وقعت تاني. بس يا شباب كده خلصنا السناكس بتاعنا والهدايا بتاعته زي ما انتم شايفين كده اهو. اللي هو تويز بزياده من نفس شركه تويز برو اهو. والله انا حاسس انها في هديه. لا مفيش. ماشي تمام. دي طبعا كانت الهدايا بتاعتنا النهارده. لا نعدلك احسن يعني كده. تمام. ادي الكرتونه اهي. ودي طبعا كانت الهدايا بتاعتنا. الصفاره البلاستيك
واللي بالنسبه لي أنا يمكن احسن واقيم هديه جت لحد دلوقتي، تمام، الاسوره دي او الحظاظه حاجه زي كده، والسكوتر البلاستيك، تمام. ودي يا ريت تكتبوا لي في التعليقات ايه هي، انا ما اعرفش وما فتحتهاش لحد دلوقتي ومش هفتحها، لان انا مش عارف ايه هي دي اصلا، بالونه بيتداس عليها ولا ايه، انا ما اعرفش، تمام. انا ما اعرفش، هي المفروض كانت تبقى بالونه وبتفرقع وبتطلع حاجات كده ملونه، انا ما اعرفش هل هي دي صح ولا انا يمكن غلطان. على العموم برضو انا مش هفتحها واخليها كده لحد ما تكتبوا لي في التعليقات تحت ايه دي بالظبط، ماشي. وده الحلق، تمام، بريمه بناتي. وده رشاش، او مسدس، رشاش بلاستيك، تمام، اهو. ودي توكتين اللي هم بتوع الاطفال الصغيره، تمام، البنات. ودي نحله برضو بلاستيك، تمام. ودي برضو يا ريت تكتبوا لي في التعليقات ايه هي، انا مش عارف ايه هي دي برضو، اهي زي ما انتم شايفينها كده، اهي. معرفش الورقه دي بتتكلم عن ايه ولا الكرتونه بتتكلم عن ايه، انا ما اعرفش خالص، ماشي. ودي طبعا ما فتحناهاش من الكيس بتاعها، ده سكوتر بس لونه اخضر غير التاني. طبعا دي كانت الهدايا بتاعتنا النهارده، تمام، من تويز بزياده. سناكس ده جميل جدا بطعم الشطه والليمون، من نفس شركه الحصان اللي هو تويز بلو. بس ده كان الفيديو بتاع النهارده يا حبايبي واخواتي، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه، واهم حاجه اللايك، اهم حاجه اللايك، وتفعل زر الجرس على الكل لما تيجي تشترك في القناه، عشان اي فيديو ينزل يجي لك باشعار، تمام. واهم حاجه اللايكات قليله جدا يا شباب، اللايكات قليله جدا جدا جدا، واحنا بتوع الجديد ان شاء الله. اي حاجه هتنزل جديده هتكون في قناه محمد جمال وقناه يوميات محمد جمال، ما تبخلوش بالاشتراك علينا او في القناه بتاعتنا واللايك الجميل بتاعكم. وفي نهايه الفيديو اقول لكم سلام عليكم.